السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى راكم بخير وعلى خير صحه جيده. مرحبا بكم في قناه شيوات مع وفاء. اليوم جيت نشارك معكم هذه الكيكه الغزاله اللي كتجي فنه وتجي ما نقول لكمش كيفاش جات هشيشه وجات غزاله. وما نطولوش عليكم، وكاين واحد السر اللي هو كيخلي هذه الكيكات كتجي هذا فنه. ما نطولوش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هانتوما البنات كيما كتشوفوا الكيكه ديالنا جات غزاله ما شاء الله. يلا البنات، بسم الله على بركة الله. عندنا البنات واحد 3 البيضات بحرارة المطبخ. 3 البيضات. عندنا واحد القميصة ديال الملحة. عندنا كاس ديال السنيدة أو السكر الخاشن. عندنا واحد الكيس فانيلا فئة 7 غرام. عندنا واحد الكاس ديال الحليب البنات. هذا هو السر البنات ديال هذا الحليب اللي غنديروا له معلقه د الخل كبيره ونخليوه على جنب حتى تيولي بحال الرايب. وهذا اللي كيعطي واحد المذاق غزال الكيكه ديالنا، وكيعطي واحد كتجي واعره ما نقول لكمش. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. عندنا البنات واحد 2 كيسان ونص ديال الدقيق. 250 غرام، 100 غرام، 100 غرام، 50 غرام، 250 غرام بالكاس العنبه. 2 كيسان ونص بالكاس العنبه. غنديرو هاد البيض في الاناء ديالنا. ديال باش ان شاء الله غادي نطربوا البيض. عندنا هاد الكاس السنيده كما قلت لكم، كاس السنيده او السكر الخاشن. انا ديما البنات نعاود معكم المقادير. واحد قميصه د الملحه. هاد الكيس فانيلا حتى هو نديروه. غادي البنات نطرب غير بالطراب اليدوي. ما بغيتش زعما نخدم، بغيت نخدم الطراب اليدوي. بغيتي تخدموها في الطراب ديال ماكينه العصير او في آه، الطراب الكهربائي ماشي مشكل. عندنا واحد الكاس اللارب ديال زيت المائده. طلعوا البيض مزيان حتى يذوب السكر، عاد باش تزيدوا الزيت. دفعه دفعه بشويه بشويه. دابا البنات غنزيدو هاد الكاس الحليب اللي درنا ليه الخل حتى ولا بحال الرايب. هانت كيما كتشوفوا راه ولا رايب. داك الخل تيردو رايب. خليه شويه على جانب عاد باش تخدموا الكيكه ديالكم حتى يروب. هانتوما البنات شوف كيفاش ولا رايب هاد الحليب. وهذا هو السر ديال هاد الكيكه اللي كتجي غزاله وكتجي كما كنقول لكم. لا درتو الطريقه كما هي غطلع لكم الكيكه غزاله فنه. غنخليوها البنات دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نديرو الدقيق. الدقيق راه مغربل البنات من النوع الجيد. ديما ديروا الدقيق يكون النوع الجيد. هذا الكاس الاول. هذا البنات الكاس الثاني. دابا غندوز في هذا نص كاس اللي باقي ان شاء الله. راه البنات ما زدت والو، راه داكشي اللي درت هو هذاك قدامكم.
عندنا واحد جوج خمارات البنات، 8 غرام 8 غرام خمارة الحلوى، 8 غرام 8 غرام في 16 غرام، ونطربوا الكل بعضياتهم تينسجموا مزيان، ويجيو دوك حبيبات ديال الدقيق. هانتوما كما كتشوفوا البنات الخليط هو هذاك، واخا يبان لك هكا بحال خفيف ولكن راه زوين، جات الكيكه ديالو زوينه. احنا البنات طربنا الخليط ديالنا، هذه المول البنات غنديرها في المول الدجاج، ما عندوش السمك ديالو عالي بزاف. دهنت بالزبده ودرت الدقيق، رشو مزيان بالدقيق. حاولوا تسوسوا هذيك الاناء مزيان، ما تخليوش الكتله ديال الدقيق فيه، دوروا عليه كامل حتى ما يبقاش فيه الكتله ديال الدقيق. وحاولوا تنفضوه بحال هكا، تسوسوه في شي اناء باش يزول من ديك الكتله د الدقيق. شوف البنات كنفضوه باش ما يبقاش فيه ديك الكتله ديال الدقيق. دابا ان شاء الله غادي نديروا الخليط ديالنا كما كتشوفوا. وهاد الكيكه كما قلت لكم طلعت زوينه تبارك الله، طلعت واحد الكيكه غزاله مهويه. الحراره البنات غندير على 180. غادي نشعلها من التحت، الفور خليته واحد شويه سخن، غادي نشعل من التحت على 180 حتى تبدا تبان ليا تتحمر، عاد نشعل من الفوق. هي هذه البنات الكيكه ديالنا جات غزاله، جات طايبه بحال طايبه في الشمس تبارك الله ما شاء الله. كما كتشوفوا جات غزاله وجات من مهويه من الداخل. ان شاء الله هانتوما غتشوفوا. غادي نقطع لكم، غندهنوا بعدا بالكوفيتير. بغيتو البنات ديروا الكوفيتير والكوك ديروه، بغيتو ديروا انا درت الكوفيتير. تيجي منسجم مع هذا النوع ديال الكيك. البنات السمك ديالها ما جاتش عالي بزاف ولكن جات زوينه، جات فنه، جات بحال ديك اللي كنقولوا لها خبز الريح، او هذا البنات اللوز اللي قطعته غير بالموس، حاولت قصصته اللي غنحطو من الفوق. ماشي ديروا البنات الكوك، ديروا الكوك، تيبقى الاختيار ديالكم، الزيت تيبقى اختياري. هي هذه البنات الكيكه تبارك الله جات غزاله. شوف بنات كي تتبان لكم هي شاكله راسها، هاد الكيكه شاكله راسها، غير ديروا الطريقه كما هي وغتعجبكم بصحتكم وراحتكم. وغادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. شوف البنات كيفاش مهويه، كيفاش كتبان كنقطع وهي كتبان مهويه، الكيكه زوينه. هاد الكيكه تقدروا تقطعوا على 12 طرف، حتى على 12 تقطعوها مزيانه على حسب. ها انتم البنات شو كي جات تبارك الله، شو هي كيفاش تبان البنات زوينه تبارك الله. شو هي كتبان لكم، نتوما تشوفوا نتوما حكموا. ايوا هي هذه الكيكه اللي درنا لكم بصحتكم وراحتكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش من الكومونتيرات وبورطاجيو الفيديوهات ديال الشهوات مع وفاء. وتنشكركم بزاف الله يخطيكم، وديروا لي اللايك، الله يخليكم ديروا لي اللايك وعاونوني باش انا نحس بالاطمئنان معكم، ونزيد في العطاء معكم بصحتكم وراحتكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله. نخليكم مع الصور ان شاء الله.